البنت دي بتمسك البنزين وبتدلقه على العربيه بعد ما بتحس ان حبيبها بيخونها، وحبيبها بيجي بيقول لها انت بتعملي ايه؟ بتقول له خليك بعيد، وبتشغل الولاعه وبقول لها ايه اللي حصل، وبتقول انا اول مره سمعتك لما خنتني، ودلوقتي لقيت شنطه بنتي في العربيه، وبتقول له المره دي ما فيهاش سماح، وبقول لها لا انت فاهمه غلط، بس البنت بتزعله وبتقول لها ولع في العربيه، والولد بيقول لها خلاص ولعي فيها، وبتستغرب من كلامه وبيقرب منها وبياخد منها الولاعه. بعد كده بيجي الامن وبيقول لها انا شفتك بتصرخ وبتطلبي بنزين على العربيه، وبقول له ما فيش حاجه يا حبيبتي. ولما بيروح يمشي بيبص على العربيه وبقول له العربيه دي شفتها في التلفزيون والشرطه عايزه صاحبها، وبقول له لا انت اكيد غلطان لان العربيات كلها شبه بعض. ولما بيروح يمشي بيلاقي صوت بنت بتصرخ في العربيه وبتقول ساعدوني، بقول مين دي، وبيزعق بقول الصراحه انا خبطت بنتي في الشارع وحاسبها انها ماتت وكنت خايفه اسلمها عشان ما تحبس، وبقول لهم انا جات لي فكره هي لو خرجت هتبلغ عني، انا هولع في العربيه، وبروح يجيب البنزين وبيدلقه على العربيه، والامن بيحاول يهديه بس بقول له امشي عشان ما اولعش فيك انت كمان، وبيطلع الولاعه بولعها وبقول لهم هو ده اللي المفروض يحصل، وبرمي الولاعه على البنزين، بس لحسن الحظ الولاعه بتطفي والشرطه بتوصل لرقم العربيه وبتقبض عليه، والظابط بيقول لهم ايه اللي حصل.